فيلم باك رودز. قبل ما نهندس هذا الفيلم عاوزك تخلع زر اللايك والاشتراك، ومش مشكلة لو فعلت زر الجرس يا جميل. يلا نغوص بالموضوع. بيبدأ فيلمنا مع هارلي اللي بيكون الأخ الأكبر لبنت اسمها جودي، وبتكون أمه محبوسة بالسجن وتم حبسها لأنها قتلت زوجها اللي كان يعنفها كل يوم. وبيدخل للبيت على أخته الثانية ميستي اللي بتحكي له إنه الليلة حيجي عندها حبيبها، فما بدهاش حدا يدخل عليها الليلة الغرفة. وأخونا المناضل طبعا ما بيحكيش ولا كلمة لأنه بلا مؤاخذة الواد ده ديوس، وبيطلب من اخته امبر انها تاخذ بالها من اخواتها الاصغر جودي وميستي الليله. فبتحكي امبر ان اختها ميستي بتقدر تاخذ بالها من البنت الصغيره جودي ومنها مش فاضي إلهم لانها هي كمان عندها حياه. وبنعرف انه هارلي ترك الجامعه وبيكون يشتغل بسوبر ماركت بدوام كامل ليدفع الفواتير ويصرف على اخواته الصايعات. وبنشوف زميلته بالشغل اللي اسمها كالي وبتساله عن اخواته البنات، وبتحكي له انه بنتها إزمي عاوزه جودي اخت هارلي الاصغر انها تنضم لها على طعام العشاء الليله. وبالليل بيسمع هارلي شيء بينما هو نايم، فبيمسك البندقية وبينزل لغرفة المعيشة، وهناك بيشوف أخته بتعمل التشوك أح مع حبيبها. طبعا هارلي بيطلع من البيت وبيطلق النار بالهواء مما يتسبب بهروب حبيب أمبر. هارلي ما كانش عاوز يطلق النار عليه مباشرة علشان ما يدخلش السجن، بس رغم هيك بضل فعلا ديوس. المهم بياخذ هارلي الأريكة اللي عملت عليها أمبر تشوك أح مع حبيبها وبيحرقها تماما. وباليوم الثاني بياخذ هارلي أخته جودي ليشوفوا أمهم اللي تم الحكم عليها بالإعدام لتاخذ الحقنة المميتة. فبتسأل جودي أخوها الأكبر هارلي إيش هي الحقنة المميتة، فبيحكي لها هارلي إنه أمها مش حتاخذها، بس جودي ما بتكونش غبية وبتسأل أخوها إذا أمها حتموت أو لا. فبيحكي لها هارلي لا مش حتموت وبغير الموضوع. وبيوصل هارلي وأخته جودي للسجن اللي فيه أمهم اللي اسمها بوني، وبتحضن جودي أمها وبتحكي لها انها اشتاقت لها. ولما تحكي بوني لابنها انها مش هتقدر تشوفهم من بعد اليوم بتتساقط الدموع من عيون هارلي. وبعدها بتسأل بوني عن امبر وميستي واحوالهم. فبروح هارلي لعند بيت كايلي لياخذ اخته جودي لتودع امها، بس كايلي بتخليه عندها وبتعطيه كحول ليشربها. وبيتكلموا عن جودي وإزمي. وبالليل بتحكي امبر لاخوها بانها عاوزه تاخذ رخصه السياره، فبتعصب امبر لما يحكي لها اخوها انه ما بيقدرش يوفر لها تكاليفها. وبليله بيشعر هارلي بالضيق فبروح لعند جارته كايلي، وكايلي بتلاقيه وهناك بيسووا تشوك أح بالحديقة. وباليوم الثاني بالشغل بيشوف هارلي كالي وبناتها التنتين وبيحمل معاها الخضار لسيارتها. وبتحكي له كالي بانها الليلة لوحدها بالبيت لانه زوجها خارج البلدة، فبيوعدها انه حيجي عندها. وبالفعل بيروح هارلي عندها بالليل، وكلمة من هون وكلمة من هون الاثنين بيعملوا تشوك أح بارد ساخن للكبار فقط، بس مش بالحديقة هالمرة. وبالصبح بتسأل امبر اخوها فين كان طول الليل، وبتحكي بانها اكتشفت وجود $1000 الليلة بغرفة ميستي. وبيسأل هارلي اخته ميستي عن الفلوس، فبتحكي له انه هذه الفلوس اعطتهم اياها امها ومش هتعطيهم لإله. وبتسرق امبر الفلوس منها وبتهرب. وبتحزن ميستي وبتبكي، وبتحكي امبر بانها اخيرا حتقدر تحصل على رخصة قيادة، بس هارلي بيحكي لها انه هذه الفلوس لدفع ضرائب البيت والفواتير. فبتعصب امبر وبتطلع. ولما يروح هارلي ليشوف امه بتسأله عن وضعه هو واخواته، فبيمزح معاها وبيحكي لها ما تخافيش ما فيش حد اطلق النار على حد بالبيت. وبيحكي لها بانه تعب جدا من الاعتناء باخواته وعاوز يشوف حياته. فبتحكي بوني بانها ما قتلت زوجها، وبانه ميستي شعرت بالغيرة من امها لما شافتها بتعمل تشوك أح مع ابوها. فميستي مسكت المسدس وكانت حتطلق النار على امها، بس ابوها وقف بوجه بنته ميستي وحمى مراته، مما ادى لاصابة ابوها بطلقة من ميستي وموته. فبجن هارلي لانه مش قادر يصدق اللي سمعه. وبينصدم هارلي لما يصحى ويشوف اخته امبر نايمة بحده بملابس خفيفة، وبيمرها تلبس ملابسها بينما المجنونة امبر بتحاولها. فبتعصب امبر منه وبتلومه على التشوك أح اللي عمله مع كالي المتزوجة. وباليوم الثاني بتحكي ميستي انه ابوها ما كانش يحبها قد ما كان يحب امها يا بنت المجنونة. فبحاول هارلي يقنع اخته انه حب ابوها لامها نوع يختلف عن حب ابوه لبنته ميستي. يعني يا ميستي ابوكي مش ضروري يعمل تشوك أح معك ليثبت انه بحبك. وبيحكي لها بانه بيعرف انه قتلت ابوهم. فبتحكي ميستي انه هارلي هو المفروض اللي قتل ابوه مش هي. شباب اعذروا هاي البنت لانه عملوا لها عملية جراحية بدلوا دماغها في طيبة قلبها. وبنفس اليوم بيروح هارلي لموقع اتفق عليه هو وكالي انهم يلتقوا فيه ليعملوا تشوك أح مع بعض، بس بينصدم هارلي لما يشوف جثة كالي، ومن بعيد بيشوف اخته امبر ماسكه بندقيته في اشاره منها انها هي اللي قتلت كالي. وبتبكي وبتقول انه هارلي كان حيهتم فيها لولا وجود كالي. وبيحكي هارلي انه هو اللي قتل كالي، فبتم حبسه بدلا من اخته امبر. ولاحظوا يا مهندسين ان هذه هي نفس الطريقه اللي بوني حمت فيها بنتها ميستي من الحبس بعد ما قتلت ابوها. ولهنا بيخلص ملخص هذا الفيلم الغريب. لو عجبك الملخص يا صديقي وحابب انشر ملخصات مشابهه او ملخصات
أطول ما تنساش اللايك مهندس واشترك بالقناة وفعل زر الجرس لو توصلك جميع الملخصات أول بأول، وما تنساش تعمل فولو لصفحة مهندس الملخصات على الفيسبوك واللي حيكون رابطها بالوصف، وبرضه ما تنساش تعمل فولو لصفحة ويسكر على الفيسبوك اللي بعمل عليها بثوث مباشرة كل يوم. وبس بشوفكم على خير بالملخصات القادمة إن شاء الله. كان معكم أخوكم عرسان من قناة مهندس الملخصات.